السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واخباركم ايه؟ يا رب دايما بخير. رجعنا لكم بعد فترة غياب. اتمنى اللي بيشاهد الفيديو ده يدعمنا تاني بلايك وشير للقناة طبعا، ولو ما كانش مشترك يشترك معانا. النهارده معانا استعراض لجهاز ريسيفر الترا سات 3 ساعات، معالج سان بلس داكي 1506 تي في. الريسيفر ده من الفئة المتوسطة، بس عليه امكانيات جميله جدا. عجبتني لما جبت الجهاز ده لحد يعني معين، فحبيت استعرض امكانيات الجهاز قدامكم. لعل وعسى واحد محتاج السوفت وير، واحد محتاج الجهاز، يقدر من خلالنا يكون شاف كل حاجه هو يعني محتاج كان يعرفها عن الجهاز. اول حاجه طبعا بنيجي على قائمه الوسائط زي كده، طبعا دي اللي بتبقى فيها السيرفرات الخاصه بالجهاز. هنيجي على حاجه زي برنامج زي كوره. برنامج كوره ده بيفيد ناس كتير وخصوصا الرياضيين. بيستعرض لك المباريات بالتوقيت بالاسم البطوله والكلام ده كله. ده شغال على الجهاز بدون اي مشكله. طبعا ده كان برنامج كورة. طبعا ده البقعة والكلام ده كله، ده اللي هي المكان المخصص للشفرات البيس والكلام ده كله. ده الشيرنج سيرفرات السيسي كام والنشير برو والديكيو كام، ده سيرفر المصنع. بننزل تحت هنا الجو سات بلس يا جماعة فيرجن 2، ده شيرنج قوي جدا وبيبقى معاه صوتيات. وهنا طبعا الجي شير بلس فيرجن 2، وده بيبقى عليه برضه شيرنج قوي وصوتيات، وفاتحين قنوات بين سبورت على قمر استرا 19. جهاز زي ده في الفئة دي وعليه السيرفرات دي، فدي حاجة محترمة جدا طبعا. واهم اضافة عليه انا من وجهة نظري، وهي اضافة الاكستريم المحدث بالطريقة دي. يا جماعه الاكستريم المحدث بالطريقه دي اللي هي لايف فود سيريس، اللي هي القسم الخاص باللايف، اللي هو قناه بين سبورت والسي ان وشاهد ونتفليكس والكلام ده كله. الفود اللي هي الافلام، السيريس اللي هي المسلسلات. طبعا اكستريم مقسم، يعني انت ممكن تشترك في اي سيرفر، هتشوف المحتويات بتاعت المكتبات كلها كامله، السيرفر كامل الكلام ده كله. ايام زمان كان بيبقى السيرفر ده بيبقى لايف بس، فمفيش مكتبه افلام ولا مسلسلات. فدي اهم حاجه انا شايفها على موجوده على الجهاز ده. طبعا الفري اي بي دي في والكلام ده كله دي سيرفرات الجهاز بعد كده، بس هو جاي طبعا جاي فاضي، فانت لو حابب تشترك بتشترك. لكن هو مش عليه سيرفر سنه ولا سنتين والكلام ده كله، لان ايه جاي فاضي. هو بس ايه، ايقونه القران الكريم هي اللي هتلاقيها شغاله مجانا على اجهزه الصن بلس داك عموما يعني يا جماعه. طبعا بالمناسبه يا جماعه، انا بحب لما اشتغل على جهاز زي كده اشتغل عن طريق الكونفرتد اللان اللي هي 9700، مش فلاشه واي فاي. هو طبعا بيعمل داونلود للمكتبه بتاعت القران الكريم كلها. فبسم الله ما شاء الله حاجه محترمه. وانا دلوقتي هستعرض يعني ده يا جماعه الجهاز اللي هو الالترا سات 3 ساعات، ودي الكونفرتد اللان اللي انا بتكلم عليها اللي هي ال 9700، اللي انا بشتغل بيها وما اشتغلتش بانتنة الواي فاي. بحس والله ان هي مستقرة شوية في الانترنت والتوصيل والكلام ده كله، افضل من الانتنة يعني. فلو حابب حد يستفسر عنها انا ممكن انزله بياناتها كلها برضو في الكومنتات لو حد سألني ان شاء الله. طبعا ده المنيو بتاع الجهاز، منيو كويس جدا شكله جميل. دي خدمة الاي كاست يا جماعة. الاي كاست دي حضرتك بتنزل البرنامج عندك على الموبايل عن طريق الباركود اللي هو بيظهر قدامك ده، وحضرتك بتستخدم الريموت، بتستخدم الموبايل بتاعك كنظام ريموت كنترول وعرض محتويات الموبايل او الحاجة اللي على التليفون على شاشة الريسيفر. طبعا ده اليوتيوب المحدث برضو شغال بدون اي مشكلة. فبصراحة يا جماعة الجهاز والقوائم فيه والحاجات اللي فيه عجبتني، فانا حبيت استعرضها لكم. لعل وعسى برضو ايه، قلنا لو حد حابب يستفسر عن حاجة ويشوف حاجة نقدر نساعده عن من خلالنا يعني. طيب هنخرج. آه، طبعا يا جماعة قلت لكم ده المعالج 1506 تي في. المعالج ده يا جماعة سان بلاس داكي. وإن شاء الله في الفيديو الجاي هنعمل تحويل للجهاز ده لسوفت الديسكفري 4 ستات، أحدث سوفت وير برعاية الباشمهندس محمود مطاريد. والطفرة والتحديثات والإضافات والحاجات الجامدة جدا اللي هتشوفوها في السوفت التحويل اللي جاي إن شاء الله. أنا هنا ده كان سوفت، كان فيديو شرح
لاستعراض الجهاز او القوائم والحاجات اللي عليك للسوفت الاصلي. الفيديو الجاي هنحول الجهاز ده لسوفت تاني خالص، حاجه خيال يعني، للمهندس محمود مطاريد. انا هسيبكم دلوقتي، وان شاء الله الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله هيكون سوفت التحويل بالفلاشه برضه يا جماعه. وهسيب لكم السوفت الاصلي للجهاز ده، والسوفت التحويل برضه للجهاز ده ان شاء الله. تابعونا، وما تنسوناش طبعا من اللايك والشير زي ما قلنا والدعم يا جماعه. احنا توقفنا فتره عن القناه ورجعنا لكم تاني، اتمنى نرجع نلاقي الدعم تاني والقناه كده نفرح بيكم لما نلاقيكم عاملين لايك وكومنت والكلام ده كله. اي استفسار كلموني على طول وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.